السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة في عشق كروشيه. معاكم دعاء محمد. الفيديوهات دي واكتر ان شاء الله هتلاقوها على القناة عندنا. البنات اللي ما اشتركتش في القناة اتمنى ان هي تشترك بالضغط على زر الاشتراك، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم. النهارده هوريكم ازاي نعمل البورتفيه دوت او البوك دوت. انا عاملاه بخيط الكليم، ممكن برضو بتعملوه بخيط المكرمية، وهقول لكم على كل الادوات اللي محتاجينها. محتاجين خيوط كليم. اهم حاجة ان احنا هنجيب لونين، الاتنين يبقوا سمك واحد، لازم يبقوا الاتنين سمك واحد. مش هنحتاج اكتر من 150 جرام من الخيوط في اللونين، وهنحتاج لقفل ومقص ولوجو. واللوجو بيدي على فكرة شكل جميل قوي للشغل، فايه يفضل ان انتوا تجيبوه. وابرة، انا هنا استخدمت ابرة مقاس 6 مناسبة للخيط، وسوستة، في سوستة اللي هي الحديد وفي سوستة البلاستيك. هاتوا اي سوستة متوفرة عندكم، وابرة تنظيف. وما تنسوش طبعا عشان تبطنوا الشنطة تجيبوا بطانة. البطانة دي كنت جايبة المتر بتاعها ب15، بيبقى كمية كبيرة يعني، وبتكفي كذا حاجة. انا هشتغل القاعدة باللون الاسود، بس هوريها لكم باللون الرمادي عشان تبقى واضح. فهبتدي هنا هعمل عقدة البداية، وبعد كده هعمل سلسلة 2 3 4، هعمل 20 سلسلية. انا زي ما قلت لكم ان انا مستخدمة خيط كليم، ونفس الشغل ده ممكن يبقى بخيط المكرمية، سواء كان المكرمية المصري او المكرمية السلسلة. فلو هتستخدموا المكرمية وابرة مقاس اصغر، مثلا مقاس 4، زودوا يا اما كمان غرزتين او 4 غرز، يعني اعملوها 22 غرزة سلسلة او 24 غرزة سلسلة. انا هنا عاملة 20 غرزة سلسلة للبوك، مقاسه 18 سنتي العرض بتاعه. كده بعد ما خلصت السلاسل هبتدي هسيب الغرزة رقم 1 وهاجي في الغرزة رقم 2 هعمل غرزة حشو كده هوت، بيبقى فيه خطين على الابرة، وبعد كده بسحبهم مرة واجي تاني في نفس الفراغ دوت، هدخل تاني بالابرة واخد سحبة خيط واعمل غرزة حشو تانية. ماشي، وهاجي بعد كده الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة حشو واحدة، والفراغ اللي بعديه برضو هعمل غرزة حشو واحدة. وبعد كده في كل فراغ من الفراغات اللي جاية هعمل فيها غرزة حشو. هكرر الموضوع ده 17 غرزة او لحد الغرزة الاخيرة. الغرزة الاخيرة مش هشتغل فيها، يبقى انا دلوقتي هشتغل 17 غرزة حشو. للبنات اللي شغالين 22 سلسلة هيعملوا 19 غرزة حشو، اللي شغالين 24 هيعملوا 21 غرزة حشو. كده انا خلصت ال 17 غرزة حشو بتاعتي، وهاجي الغرزة الاخيرة ديت هشتغل فيها، بدل ما كنت بعمل فيها غرزة حشو واحدة هعمل فيها 3 غرز حشو. دي كده اول غرزة، وهدخل في نفس الفراغ تاني هعمل تاني غرزة، ودي كده تالت غرزة. وبعد كده هشتغل غرز الحشو اللي في الجانب التاني، مش في الجنب دوت، في النص هنا. ماشي، عشان كده وانتوا بتشتغلوا وانتوا بتعملوا السلاسل خلوا السلاسل مقفولة، ما تعملوهاش واسعة. هنعمل غرز الحشو في الفراغات ديت. بصوا هنا كده هدخل بالإبرة، والخيطة دي لازم تبقى ورانا ماسكينها بصبعنا دوت كده، عشان الشغل يبقى نظيف. واخد غرزة حشو عادية تاني، وهاجي على الفراغ اللي بعديه هنا اهو، بصوا، والخيطة دي برضو مازالت ورا كده، هعمل غرزة حشو تاني، وكذلك في الفراغ اللي بعديه. كل فراغ من الفراغات دي هعمل فيهم غرزة حشو. هكرر برضو، هعمل هنا 17 غرزة حشو لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة، هوريكم هنعمل فيها
كده بعد ما خلصت ال17 غرزة حشو، ودي هنا الغرزة الأخيرة اللي احنا عملنا فيها في بداية السطر خالص الغرزتين. هاخد غرزة حشو وهاجي عند غرزة الحشو الأولى هدخل فيها وأسحب الخيط ده كله مع بعض بغرزة حشو واحدة. يعني أنا عملت غرزة الحشو الأخيرة مع الغرزة الأولى للحشو بتاعت أول السطر. كده تكون عندي القاعدة بتاعت البورتفيه. ماشي، وانا عملت زيها زي ما قلت لكم الاسود عشان انا هشتغل في الاسود، بس حبيت اوضحها لكم بالرمادي. تمام. والمقاس عندي هنا طلع 18 سنتي. هوريلكم بقى نبتدي ازاي في جسم البورتفيه. هنعمل غرزة سلسلية، وهنيجي في غرزة الحشو الاولى هعمل غرزة حشو، وبعد كده في غرزة الحشو التانية. بس اهم حاجة في غرزة الحشو الاولى دي عشان نعلمها ونعرف اول السطر فين، نجيب اي مارك او اي علامة. انا هنا هعلمها بالخيطة اللي هي بتاعت اللون المختلف. ماشي، وعلمتها. وهاجي بعد كده في الغرزة التانية هعمل غرزة حشو برضو، والغرزة اللي بعديها هعمل غرزة حشو. السطر دوت خلاص مفهوش اي تزايد، كل السطر هنشتغل فيه غرزة حشو في كل غرزة. يعني هنا هنكون غرز حوالين الشغل داير ما يدور بدون اي تزايدات. هيتكون عندي السطر دوت 40 غرزة حشو، هخلصهم لحد الاخر، واخر غرزة هوريكم برضو هنقفلها ازاي. كده بعد ما خلصت الشغل داير ما يدور وابتدى الشغل يتني معايا، هاخد بعد كده دي اخر غرزة حشو زي المرة اللي فاتت. الغرزة دي غرزة السلسلة اللي احنا ابتدينا بيها، وغرزة دي غرزة الحشو الاولى هدخل فيها واسحب الخيط مع بعضه برضو مرة واحدة كده اهوت، وارجع تاني اعمل سلسلاية واعمل غرزة حشو من اول غرزة، واشتغل اعمل غرز حشو تاني لحد ما اخلص السطر كله. وبرضو ما ننساش ان احنا في اول غرزة دي نعلم الغرزة ديت عشان ما نبقاش متلخبطين. انا برضو هعلمها هنا بالخيطة التانية اللي هي بتاعت الجزء التاني. ماشي، وهكمل عادي الجنب او الجسم بتاعه. هرتفع باللون الاسود هعمل بيها لحد ما يوصلوا عندي 5 سطور بما فيهم القاعدة. يعني انا هعمل دلوقتي باللون الاسود حشو داير ما يدور او حشو 4-5 سطور لحد ما يوصلوا عندي. يعني انا دلوقتي عملت كده سطرين، هكمل التالت والرابع والخامس، وبعد كده هوريكم هنعمل بس انا زي ما قلت لكم هشتغل خلاص بقى بالاسود عشان اوريكم هنكمله ازاي. كده بعد ما خلصت ال5 سطور بتاعي، هاجي بعد كده اخر غرزة هقفلها زي ما بنقفلها عادي خالص. وبعد كده هعمل غرزة سلسلة واقص الخيط واشد الخيطة دي كويسة، وبعد كده دي هندخلها جوه الشغل. هبتدي بعد كده بالإبرة هدخلها في أول غرزة حشو، وهاخد اللون المختلف. أنا هنا استخدمت اللون اللي هو الرمادي، وهسحب الخيط لجوه واعمل غرزة سلسلية واشد الخيط الرمادي ده كويس، والخيطين دولت هاخدهم برضو تحت الشغل، الاسود والرمادي دولت هاخدهم تحت الشغل. وبعد كده هشتغل غرزة حشو تاني. ماشي، الخيطين دولت اللي معانا دول هاخدهم امسكهم بصباعي كده واخليهم ورا الشغل، بحيث ان انا انضف اول باول الشغل بتاعي. وهكمل السطر دوت باللون المختلف اللون التاني غرزة حشو. هكمل هعمل 3 سطور باللون الرمادي دوت غرزة حشو، واقفلهم زي ما بنقفلهم كل مرة في السطور بتاعتنا.
هخلص ال3 سطور الرمادي وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. كده بعد ما خلصت ال3 سطور هبتدي ارتفع غرزة سلسلية، وبعد كده هجيب الخيط الاسود بتاعي وامسكه كده بالصباع اللي هو الوسط والصباع الاولاني دوت، وايه ادخل الابرة في الغرزة بتاعت السطر اللي فات واسحب الخيطة كده جوه الايه الغرزة اللي فاتت. تاني اسحب الخيطة بالطريقة ديت جوه الايه الغرزة، وبالخيطة الرمادي اللي هي ديت اقوم ايه سحبة الايه الخيط خارج الغرزتين دول او الخيطين دول، وبعد كده اشد الخيطة السوداء ديت وهاخد معايا الخيطين السود داخل الشغل اللي انا بشتغل فيه عشان ننضف الشغل برضه. هعمل غرزة حشو باللون الرمادي. الغرزة دي على فكرة اسمها قطرات الجليد او قطرات التلج. وبعد كده هعمل غرزة تانية باللون الرمادي، وبرضو الخيط زي ما احنا قلنا الاسود دوت ورا الايه الشغل بتاعنا. وتالت غرزة حشو باللون الرمادي. هاجي بعد كده امسك الخيطة دي اجهزها عشان نشتغل فيها، وهخش الغرزة اللي جاية واسحب من الخيطة السوداء واقفلهم بالغرزة ايه بالخيطة الرمادي، واشد الخيطة بالراحة، واعمل بعد كده 3 غرز بالخيط الرمادي. واحد، اتنين، تلاتة، وارجع تاني امسك الخيطة السوداء واخد لها سحبة من داخل الابرة، اسحبها وباللون الرمادي اقفل الغرزة. وبعد كده هكمل السطر كله بالطريقة ديت، وبعد ما اخلصه هوريكم هنعمل ايه. ماشي، بصوا تكون الشكل الفي اللي على السولة ده ازاي. هستمر انا زي ما قلت لكم 3 باللون الرمادي، غرزة واحدة باللون الاسود، وبعد كده نستمر بالطريقة دي لحد ما اخلص السطر وهقفله، وبعد كده نشوف ايه السطر الجاي هنعمله ازاي. اهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تبقوا شادين الخيط كويس عشان ما يبقاش مش مظبوط في الشغل. ديت هنسحب فيها الخيطة السوداء، وبعد كده بالخيطة الرمادي بنقفلها ونشد بعد كده الخيطة السوداء. كده بعد ما خلصت السطر ارتفعت بعد كده غرزة سلسلية، وهاجي بعد كده في كل غرزة حشو بما فيهم الغرز اللي انا اشتغلت فيها باللون الاسود هعمل فيهم غرزة حشو واحدة. ادي اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، وفي كل غرزة من غرز الحشو ديت هشتغل فيهم غرزة حشو عادية، ومش واخدة ورا الشغل الخيط الاسود، سايباه تحت الايه خلاص، سايباه مش واخداه معايا في الشغل. هستمر السطر دوت كله غرزة حشو عادية. ده كده بعد ما خلصته. ماشي، هاجي بعد كده برضو هرتفع هنا سلسلية عادي زي ما برتفع، وهاخد بعد كده الخيط دوت تحت الشغل عشان اشتغل فيه، فبخليه من فوق الابرة. بصوا فين فوق الابرة كده، وهبتدي اعمل غرزة حشو عادية باللون الرمادي. يبقى اول واحدة حشو عادية باللون الرمادي، تاني واحدة حشو عادية باللون الرمادي برضو، والغرزة الجاية ديت او الغرزة الثالثة هشتغل فيها باللون الاسود. هخش ادخل الابرة في الغرزة واسحب الخيطة السوداء، وباللون الرمادي هقوم سحبة الخيط زي ما كنا بنعمل في السطر اللي قبل اللي فات. بصوا ابتدت تديني على طول الشكل. وبعد كده اعمل 3 غرز باللون الرمادي حشو،
تاني واحدة، تالت واحدة، وبعد كده اللي ديت اللي هعملها اللي دي هتبقى باللون الاسود، فهاخد سحبة بالخيطة السوداء وبعد كده اسحبها ايه بالخيط الرمادي. هكمل السطر دوت كله بنفس الطريقة وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. كده بعد ما خلصت السطر اخر غرزة عملتها حشو عادية ما قفلتهاش في السطر، وبعد كده بسيب في حدود 3 متر من الخيط واقوم مطلعاه خارج الغرزة بالطريقة ديت. بطلع الخيط كله خارج الغرزة عشان نقفل السطر تقفيل نضيف. بصوا الغرزة اللي متكونة لي في ايه فراغ ما بينهم، ما قفلناش الغرز، فاسحب الخيط من تحت اول غرزة حشو عملناها، هسحب الخيطة كده واطلع الخيط كله 3 متر الخيط اللي احنا ايه سبناه، وكده اتكون عندي اول زاوية ايه للغرزة بتاعتنا. فعايزين نعمل الغرزة التانية او الجنب التاني، فهناخد الخيط من الجنب دوت ماشي. بصوا فين تاني، هندخل الابرة من هنا وناخد الخيطة ندخلها كده ونسحب برضو الخيط تاني لبره. تمام كده. بصوا الشكل كأنها اي غرزة عادية ما قفلناهاش ايه تقفيل مش كويس كده، التقفيل النضيف بتاعنا ماشي. وهاجي بالابرة بتاعت الكروشيه، عايزين ندخل الخيطة دي لجوه بقى عشان نبتدي نشتغل. فهنشتغل في السطر اللي وراها، بصوا هوريها لكم، السطر اللي وراها اللي هو الغرزة اللي وراها ديت اهي، هدخل فيها الابرة واحدة واحدة كده. نعملها تاني مفيش مشكلة. اهم حاجة تبقوا صبورين وانتوا بتشتغلوا ومفيش حاجة تقف قدامكم، اللي تعملوه غلط مرة جربوه تاني وتالت لحد ما يظبط معاكم. كده احنا دخلنا الخيط لجوه ماشي. ده كل ده عشان شكل الايه الغرزة تفضل ايه ثابتة زي ما هي، تبقى ايه زي ما احنا متفقين نفس شكل الغرز العادية. وهبتدي في الغرزة اللي قبليها كمان هسحب الخيط لبره، والسطر دوت سطر اختياري، لو عايزين خلاص تقفلوا الخيط وتخلصوا السطر ماشي، انما السطر ده هعمله غرزة منزلقة. هخش بعد كده في الفراغ اللي بعديه واسحب الخيط سحبة، وعلى طول في الفراغ دوت اسحبه سحبة برضو تاني. هخش بالابرة في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط من الابرة والخيط على طول من غير ما اخد لفة. هعمل فيها غرزة ايه منزلقة داير ما يدور السطر دوت. هعمل السطر ده كله بنفس الطريقة زي ما قلت لكم. السطر دوت اختياري زي ما انتوا حابين تعملوا سطر تاني رمادي وبعد كده تعملوا السطر دوت زي ما انتوا عايزين. انا حبيت ان انا اعمله الشكل كنار كده لذيذ، بيبقى شكله جميل قوي في النهاية، فحبيت اعمله بالطريقة دي. فانا هخلص السطر دوت اللي هو المنزلقة دوت وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. كده خلصناه. دلوقتي بقى جه ميعاد برضو التقفيل تاني للجزئية دي، فهرفع تاني الخيط وهاجي عند الغرزة اللي هي الأخيرة أول واحدة اشتغلناها اللي هي دي، هدخل الإبرة ما بين الغرزة وبعد كده أسحب الخيط كده أول جنب اتكون. وبعد كده المرة دي الإبرة هدخلها جوه البورتفيه أو جوه البوك وإيه أدخلها في وسط الغرزة. بصوا فين أهي في وسط الغرزة، وأخلي الخيطة دي أسحبها من ناحية واحدة واحدة كده تمام. والخيطة ديت اللي احنا دخلناها دي بإبرة التنظيف ونقوم مدككينها في وسط الغرز، يبقى احنا كده ايه شطبنا خلاص البورتفيه وهو ده كده بقى شكله
ماشي. طبعا دلوقتي فاضل لنا ان احنا نعمل في الجنب الشرشوبة بتاعته او القلاف، فبنحدد المقاس بتاع الخيط. بعد ما بنحدد المقاس بنفرده تاني، وبعد كده بنلف الخيط داير ما يدور الخيطة الاولى اللي احنا حددنا بيها المقاس. نفضل نستمر ان احنا نشتغل كده داير ما يدور او نلف داير ما يدور الخيط دوت. في ناس بتجيب ورقة عريضة او حاجة سميكة عريضة ويلفوا حواليها الخيط زي ما انتوا حابين. انا حسيت ان الطريقة دي برضو حلوة مش وحشة. هستمر في اللف كده لحد ما احس ان هو ده السمك اللي انا عايزاه. يعني انا دلوقتي اتني كده اشوف هو ده السمك اللي انا عايزاه ولا لا، ده كده السمك خفيف، اكمل استمر اعمل لف لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. هستمر كده لحد ما اوصل للسماكة اللي انا عايزاها. انا شايفة ان كده كفاية. هقص الخيطة ديت، وبخيطة نفس اللون هجيب الحلقة بتاعتي واحطها في وسط الخيط دوت، واقوم عقديها بس نص عقدة. اتأكد الاول ان هي في النص كده. اوكي، اتأكدت ان هي في النص خلاص، اقوم عقديها كويس عقدتين كمان. لو حسيت ان هي مواربة اتاخرها كده شمال واليمين. وبعد كده هجيب انا اللون الاسود واحدد المكان اللي هحط فيه العقاد او اللي انا هكمل بيه بقية اللفة بتاعت الشرشوبة، واعمل اقوم ربطاها ربطتين كويسين وشد الخيط كويس، وابتدي بعد كده وانا بلف الخيط دوت اكون شداه كويس وعقده تاني عقدتين، واجيب المقص اقص خلاص الخيط الاسود، وبإبرة الكروشيه هاجي من قدام او من فوق واقوم سحبه الخطين السود دولت لفوق، ودوت عشان نداري العقدة اللي احنا اشتغلناها. انا حابة اشوف شغلكم ومنتجاتكم بتاعة القناة على الجروب بتاعي في عشق الكروشيه. ما تتأخروش علينا وورونا شغلكم اول باول يا بنات. بعد كده اقص الخيطة دي. بصوا خلاص مش هتلاقوا اثر للعقدة موجود ولا اثر للخيط، هتلاقيها كده الشغل نضيف. فاضل ان احنا نقص الشراشيب بتاعة العقاد بتاعنا او الاطراف بتاعته ونسويها، نحطهم كده على بعض واحدة واحدة ونشوف هل هما مستويين ولا لا. كل الخيوط الزيادة قصوها بحيث ان هي تطلع في الاخر مظبوطة كده. شكلها مظبوط وهي مظبوطة كده بالنسبة لي. هحطها خلاص في الغرزة الحشو او غرزة المنزلقة اللي موجودة على الطرف. بالنسبة للبطانة انا قصيت البطانة، هقولها لكم بالسريع بس مش هوريها لكم، هوريها لكم في فيديو منفصل ان شاء الله وهنزله لكم. حطيت البطانة كده وقصيتها، وبعد كده السوستة بحطها ما بين البطانة والشنطة وبعلمها بإبر او دبابيس، وبعد كده بدككها باللون اللي هو الاساسي اللي احنا شغالين بيه. يعني احنا شغالين بالرمادي دلوقتي. بدككها ما بين من داخل وخارج الشنطة، يعني الابرة تخش وتخرج ما بين الشنطة لحد ما تظبط. في ناس بتشتغل اول السلسلة في البورتفيه او في الشنطة عموما تخيطها وبعد كده تخيط البطانة زي ما انتوا حابين. البطانة بعد ما بنخيطها من الجناب ماشي بنقوم تانينها من فوق وبعد كده حاطينها داخل البورتفيه او الشنطة، ونستمر كده برضو في الجنب التاني نحدد مكان السوستة بالطريقة دي ونعلمها، وبعد كده نبقى نخيطهم. اهم حاجة ان الزاوية بتاعت السوستة تبقى زي ما هي في الجنب عشان يبقى الشغل مظبوط. انا هكمل بقية البطانة بتاعتي والشغل ده كده شكله بعد ما خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا، ومتنسوش لايك وسبسكرايب للشانل، والسلام عليكم.